وصفة النهاردة بقى هي الوصفة اللي علمتنا كلنا السر. ما تعرفش يا اخي قد ايه حلاوتها وهي لسه طالعة متحمرة وسخنة كده. ما تعرفش مين اللي افتكس انهم يحطوها في صلصة. طب ما ناكلها وهي متحمرة بما اننا كلنا بنحبها كده. بس خليني قبل ما اقول لك الوصفه اقول لك قد ايه اجدادك المصريين القدماء كانوا بيحبوا اللحمه. والله كانوا بيحبوها قوي، وكانوا بيربوا المواشي وبيعملوا لها حظائر كمان. وفي سنه 1922 في بعثه في الدير البحري عثرت على مقبره مليانه مجسمات، ومن ضمن المجسمات دي مجسم لطريقه الذبح اللي كان بيستخدمها المصريين القدماء. كانوا بيربطوا البهيمه من رجليها الاربعه ويذبحوها ويسلخوها وبعد كده يقطعوا اللحم بتاعها. يعني نفس الطريقه اللي بعد آلاف السنين احنا لسه بنستخدمها لحد دلوقتي. والمجسم ده موجود في المتحف المصري. ومن كتر حب المصريين القدماء في اللحمه عملوا منها وصفات كتير قوي فوق ما احنا نتخيل. ومن ضمن الوصفات دي الكبب او الكبب او الكبيبه المصري. وتشتهر مدينه ميت غمر بالكبه او الكبب الغمراوي او الكبيبه الغمراوي. ومحافظه بورسعيد بتشتهر قوي بالكبب او الكبب او الكبيبه البورسعيدي اللي بتتعمل من السمك والجمبري. وصفة النهاردة هي نوع من أنواع الكبيبة أو الكبب المصرية. هي كفتة الرز أو كفتة مرز. الكفتة مرز هي الحاجة الوحيدة اللي أمي بتعملها لنا في تجهيزات رمضان. لازم تعمل منها كمية وتشيلها في الفريزر لأي زنقة، لأن هي فعلا بتنفع لو دخل ضيف فجأة. نخش بقى على وصفة كفتة الرز. الوصفة اللي هقولها دي مقادير أمي، فمحدش يجي يناقشني أبدا في مقادير ست الحبايب قالتها. أول حاجة معانا كيلو لحمة مفرومة حمراء. كل كيلو لحمة مفرومة ليه كوباية ونص رز. كوبايه ونص رز دول هننقعهم في ميه ساعتين 3، وبعدين نفردهم ونسيبهم ينشفوا تماما ونضربهم في المطحنه بس ضرب خشن شويه، ما يبقاش ناعم بودره. على نفس كيلو اللحمه وكوبايه ونص رز هنحتاج ربطتين شبت بس يكونوا حلوين كده ومدملكين. هنحتاج معاهم كمان بصله كبيره او بصلتين وسط، راس توم متوسطه، ملح وفلفل، ومش هنحط اي بهارات تانية ولا اي تأليف. كل المكونات دي هتعجنيها مع بعض كويس قوي. والتركه في العجينه بتاعه كفته الرز انها لازم تتضرب في الكبه ضربا مبرحا. زمان كانوا بيدقوها في الهون، لكن احنا دلوقتي كلنا في البيوت عندنا كبه، فهنضربها في الكبه لحد ما تبقى ناعمه جدا وكل مكوناتها متجانسه. هنسيب الكفته في التلاجة قد ساعه ساعتين عشان تتشمع ونبتدي نشكلها. ممكن تشكليها كور مقاس صغير كده او صوابع. التركه التانية اللي ماما علمتها لي لما تيجي تحمري الكفته حمريها في خليط زيت وسمنه على بعض. زيت لوحده لا، سمنه لوحدها لا، زيت وسمنه مع بعض. هتحمري الكفته لحد ما يبقى لونها ذهبي وتطلعيها على ورق مطبخ او على مصفى. تقدري ساعتها تقسميها لكميات في اكياس وتتحط في الفريزر وتبقى جاهزه انها تتحط في الصلصه. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي اخترع الاختراع ده. وتقدميها في اي عزومه طارئه، او تسيبي العيال يا ستي ياكلوها وهي متحمره كده. هيجرى ايه في الدنيا يعني؟ ركزتي في الحته دي، هتشيليها في الفريزر متحمره مش خضره زي ما هي. احنا عندنا في البيت لما بنحب نعمل الكفته دي بالصلصه بنحطها في الحله وفوقها بنحط كوبايتين عصير طماطم ونسيبها تفضل تاخد وتدي كده مع نفسها بشكل ودي لحد ما الطماطم تتسبك. نظبط الملح بتاعها وكده بقت جاهزه للاكل. ممكن تتاكل مع رز بشعريه، ممكن تتاكل مع رز ابيض، وممكن تسلقي مكرونه بيضه خالص عليها شويه ملح وفلفل وتاخدي من الكفته بالصلصه بتاعتها تحطيها على المكرونه، ودي برده بتبقى وجبه لطيفه قوي. معاها طبق سلطه وشويه بطاطس محمره، بقت وجبه متكامله. وفاكرين بقى الكفته اللي عملناها كور وشلناها في الفريزر؟ اهي دي ممكن نعمل منها صينيه قوارمه. بس بما اني طولت عليكم النهارده خلي صينيه القوارمه للمره الجايه. عايزاكم بقى تجربوا كفته الرز على الطريقه اللي قلتها لكم دي وبنفس المقادير دي، وادعوا لي. واشوفكم الحلقه الجايه مع وصفه جديده وتاريخ الاكل اصل مصري.